صباح الفل يا زميلي واحلى مسا عليك. النهارده معانا زبون سيم بشويتين من العيال بتاعت جسمك ثوره مش عوره، فانا قلت اظبطه الصراحه. النهارده معانا كمال عسليه. كمال عسليه رجاله بيعمل ده حبيبتي راحت وبيقيم في الاسكندريه. كمان راجل مثقف جدا وبلاش رغي كتير. بينا على الفيديو. استنى يا معلم، دوس لايك وسبسكرايب وروقني واعمل فولو لاكونت انستجرام وبيج الفيسبوك وهتلاقي كل ده في الديسكربشن. وما تنساش تصلي على اشرف الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا بينا. ازيك؟ شكرا انك قبلتي تكوني صديقتي. شكرا انك قبلتي تكوني صديقتي. اعوذ بالله، ابليس ومهمه. العفو يا معلم. مستحيل. ايه اللي مستحيل؟ اصلك بتتكلمي زيها. زي مين؟ ده موضوع قديم. ايه حق انت واكل نعناع ولا ايه؟ حابه اسمعه. مش احنا بقينا اصدقاء؟ لكن جرح قلبي لسه ما قفلش. انا زهقت. ايه اللي حصل؟ اصلك لما قلت لي يا معلم فكرتني بيها. هي مين؟ نور، دي حبيبتي اللي سابتني. لا تفسدي الزيجة يا نوسة، إنني اللمبي يا فتاة، العشق يا فتاة. أمام أبيها؟ عملت حادثه انا وهي بالعربيه، حصل عندها انضعافات وتوفت. انضعافات؟ الشارع اللي وراه. شارع ايه؟ ما تاخدش في بالك، كمل. ده أنا راح أعمل لك محضر ابن فجرة دلوقتي. كانت دايما تقول لي يا معلم يا اسطى يا نجم. كانت جميله قوي، ضحت بنفسها علشاني. ازاي؟ لما عملنا حادثه قلبي وقف، قالت لهم خدوا قلبي وركبوه له. وركبوه لك اهو عايش قدامك. ازاي؟ مش انت قلت انها عملت حادثه معاك وحصل انضعافات ليها؟ حصل انضعافات عشان مفيش قلب. القلب ده بينظف الدم من الكلى، عامل زي المنبه لازم يدق عشان الاعضاء تفضل صاحيه. لو ما دقش الاعضاء تنام. وكل سنه وانت طيبه. يا سلام، اما قصه عبره صحيح. يعني القلب ما دقش واعضائها نامت وحصل انضعافات؟ كل ده عشان عطت لي قلبها. بجد النوع من البنات ده انقرض، مفيش زيها ولا هيجي زيها. لما انت قلت لي يا معلم فكرتيني بيها. يا راجل، كنت بحاول انساها، مش عارف. كنت شغال شغلانه كويسه، انا مهندس اصلا بقبض 10000 جنيه. اشتغلت شغلانه بفلوس اقل ومجهود كبير. اشتغلت عتال في نفس الشركه اللي كنت مهندس فيها عشان اعرف انسى كل حاجه. اجي بالليل مهدود بس برضه بحلم بيها. ياه، للدرجه دي كنت بتحبها؟ لحد دلوقتي قلبي بيدق اسمها. انا اسفه اني فكرتك بيها يا استاذ كمال. الحب ده اصعب حاجه في الدنيا، داء ودواء فعلا جدا. اتمنى ان الاقي حد يعوضني بيها. تعبت من كتر ما بفتكرها. تفتكري في حد يعوضني عنها؟ لا. ليه بس؟ يعني هعيش طول حياتي كده؟ نفسي حد يطلعني من اللي انا فيه ده. هي جت في المنام وقالت لي كفايه حزن، شوف حياتك بقى. طب دي حاجه كويسه. نفسي احب وارتبط من جديد، نفسي انساها. تفتكري حد ممكن يعوضني عنها؟ صدقني أنا لو أعرف أقول لك. أنا ذات نفسي مش عارف. لا ما افتكرش في حد بيدي قلبه لحد اليومين دول يا راجل. انا عارف ان اللي بعدها مش هتبقى زيها، لكن هو انسى شويه. مش هتعرف تنسى. ليه؟ لان حبيبي انا كمان اتوفى ومش قادره انساه. فانا عارفه انا بقول لك ايه. اتوفى ازاي؟ كنا ماشيين في الشارع، طلع علينا واحد معاه سلاح ابيض ومسدس. مالك ياض يا وش؟ ملتهب علينا ليه؟ في حاجة؟ كان عاوز ياخد اللي معانا ويعمل فيها حاجات مش كويسه. حبيبي قال له ده على جدتي. وحصل ايه؟ اللي ثبتنا فشخ وضربه وخلص عليه بالضحك. يا نهار ابيض، وانت حصل لك ايه؟ رحت مع اللي خلص على حبيبي وقضيت ليله لذيذه معاه، ورضاني بسجاره وازازه سبيرو سباتس و150 جنيه من اللي قلبهم من حبيبي واكله كفته. بالسهوله دي ازاي تسلمي نفسك؟ عايز اثبت حاله الزنا دي يا حضره الظابط. اصل الواد اللي ثبتنا كان فخم الصراحه، وكان عامل عرف الديك وكان روش قوي. بعد ما ضحى بحياته عشانك تسلميهم نفسك بالسهل؟ لا ما انا ما سكتش. قلت له 150 وعلبه سباتس ب 20 وسجاره، يعني سكه 200 جنيه. ده غير الكفته اللي كلتها عنده. عليه كفته تجنن، يخرب بيت كفتته. وانت مش قادره تنسيه من ساعتها؟ بتحسي بتأنيب ضمير احيانا، بس طعم الكفته نساني كل حاجه. انت ما عندكش قلب. مالك ومال قلبي؟ عاوز ازرعه لك وكمان ولا ايه؟ ضحى بحياته عشانك وفي الاخر تبيع عشان كفته باللي هي الضاني. اوف على طعمها. انت بتحبي الاكل كتير قوي. ضحيتي بخطيبك عشان كفته. زيها. زي مين؟ حبيبتي اصلا كانت بتحب الاكل قوي. بتفكريني بيها. انا بفكرك بيها. هي جات لي النهارده في المنام وقالت لي انا هتولد من جديد في هيئه شخص برج العنقاء الذهبيه. بلاش شغل. هندخل في شغل الحاح ولا ايه؟ ايه العنقاء دي؟ الحاح ازاي؟ الناس اللي ما بتعبدش ربنا دي. لا مش انا، بقولك المنام قالت لي عليك انت في الحلم هتتمثل معاكي. لو جات لك تاني قول لها بتقولك مريم انا مش هتمثل مع حد. ليه كده؟ بلاش يا عم، انت مخك ضرب ولا ايه؟ بتفكرني بيها. كان لسانها طويل بس زي السكر. انا كده هزفلتهولك كمان شويه تجيلي تقولي انت بتفكرني بيها، اصلها كانت بتزفلتهولي. دمك خفيف. اشكرك بجد، فيكي حاجات كتير منها. انا حاسس ان في حاجه بيني وبينك. حاجه ايه؟ انت ما تفهمينيش غلط، انا قصدي مشاعر
مشدود لك قوي بجد، حاسس انها انت. ليه؟ ايه اللي عجبك فيا؟ روحك حلوه. انت شفت روحي فين يا فخم؟ بيتشاف بالقلب. انت خدت قلب البنت بتاعتك وكل شويه تقول لي قلب قلب. انت عاوز ايه بالظبط؟ بحبك يا مريم. ليه؟ عملت ايه عشان تحبني؟ انا ممكن اضحي بحياتي علشانك بجد. مش ميزه برضو غيرك ضحى بحياته علشاني وخلصت باكله كفته بالليه مع اللي خلص عليه عادي يعني. انا حاسس انك العوض. عارفه الدخله دي. انت ليه قاسيه كده؟ حاسس انك اتعرضتي لمواقف خلتك بالشكل ده. احكي انا هسمعك. هتسمعي ولا ايه؟ قولي. كنت بحب واحد اسمه وائل، كنت واثقه فيه قوي، لكن اتضح اني غلطانه. كان دايما يبسطني لما يقابلني ويعزمني على شاي كشري وحلب حصى ونحبسه بشيشه. انت منفتحه، قاطع لسانك. قصدي انك اوبن مايند. يعني ايه؟ مش فاهمه. حره. ودي حاجه حلوه ولا وحشه؟ طبعا دي حاجه جميله. الناس بتقول كلام مش كويس على البنات اللي زيك، وانا عكسهم خالص. انا بحب النوع ده جدا، عنده راي وفكر لوحده، مش فكر تقليدي. مش مجرد اول ما البنت تكبر تبقى الدوره الشهريه بتاعتها كاسفه ليها. انت مال امك؟ مال امك انت؟ ايه اللي يكسب؟ مش فاهم. جسمك انت حره فيه، تلبسي اللي على مزاجك، وحتى تختاري اللي تتعمل معاه بجواز ولا من غير جواز، حتى لو هتحطي حته قماش على شعرك او لا. المجتمع بيحدد ادب البنت بالقماشه دي. بره في اوروبا مفيش الكلام ده، في رقي في المعامله. احترام الشخص بيكون عن طريق اخلاقه، مش عشان بتحب فلان وماشيه معاه وحتى نامت معاه تبقى قليله الادب. ايا كان، اذا كان بيشرب ويسكي او حشيش او عامل وشم، حتى كله دليل على تخلف فكر. كل دي تابوهات ملهاش لازمه. دلوقتي اللي بتعمل بيرسينج بيقولوا عليها شمال. انا معجب بيكي قوي عشان بتعملي اللي في دماغك، مفيش حاجه بتقيدك. انت عاوز بلاش يالا، بلا حريه بلا. لا انا ما بفكرش في الحاجات دي. حتى الجنس حقك، ومش حته جلده اللي تحدد انت شريفه ولا لا. انت انسان راقي، حتى طريقه كلامك عجباني. ربي يحفظك. صدقني انا غيرهم وعجبك قوي. انا ما عنديش مشكله مراتي يبقى عندها بويت فريند، بس يعني هما بيسموها كده، لكن انا بسميها حريه. انت رايك ايه؟ تقول ايه لو دخلت لقيتني مع واحد في اوضه النوم؟ على حسب بتعملوا ايه. طب يا صبر ايه يا في ايه يا كابتن بكر؟ انا واثق فيكي. لو بيذاكر لي مثلا، انا عندي ثقه مطلقه فيكي. انا عمري ما قابلت حد بالشكل ده ولا هتقابلي. الرجاله في مصر عموما راجعين ولاد وسط. تلاقي الراجل من دول جاي الظهر جيرش قد كده وشال بطيخه، يشرب حجر المعسل على القهوه ويطلع ينام مع مراته. غالبا بيبقى ما بيفكرش وما عندوش عقل، ولا يساعدها في اكل ولا مواعين، ولا حتى يطلع معاها في ديت. ديت هي ده اللي بتتكلم عليه. ده غالبا بيبقى طلعان اخلاقه عشان يوميه ياكل بيها عياله. النوع ده بيبقى اطيب خلق الله وارجل من المجره بتاعتك انت بس اللي طب ليه ما بيساعدش مراته؟ اللي زي ده بيبقى مهدود في شغلانه واكله كل يوم وجاي تعبان، يا دوب بينام شويه عشان يعيد نفس اليوم تاني. مش زيك مفخد وقاعد على طيز وانتخد في اللي راح واللي جاي. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ انت زي ما بتقول شغال عتال وعارف يعني. بحب فيك انك مختلفه. اجمل علاقات الحب اللي بيكون للطرفين راي مختلف. قلتلي مريم انا بحبك قوي، همشي معاكي للاخر، اخر عمري. ممكن رقم تليفونك اكلمك او نتكلم فيديو كول او نتكلم هنا. ده رقمي بس ما ترنش. ما عنديش مشكله انك ترن، بس انا حاليا في شغلي. بتشتغلي ايه؟ في محل حلويات. حلويات في محل حلويات. اسم المحل ايه؟ عاوز اشتري واقابلك. انت تعرف انا منين اصلا؟ من اسكندريه، مكتوب عندك على الاكونت. وانا من بحري. لا مش هقولك على اسمه. طب مش هضغط عليكي، بس ممكن ننزل ديت. مش هينفع. ليه بس؟ انا لقيتك وانت لقيتيني. عاوز انور وشي بيكي. انت تحفه في الصوره، امال قدامي هتبقى عامله ازاي؟ انت مش واثقه تطلعي معايا ليه يا عم؟ مش حوار ثقه. خايفه مني؟ انا الفك سيجاره واشدك في نفس واحد. خايفه ايه؟ امال ايه يا وحش الكون؟ ما عنديش حاجه كويسه اطلع بيها. على اخر الشهر نتقابل واكون اشتريت حاجات كويسه. اشتري لك انا واحد هديه. لا انا ما اقبلش. ليه؟ ده هيبقى تحفه عليكي. عشان خاطري ما ترفضيش. خلاص حول 500 جنيه. 500 مره واحده؟ انا عارفه انهم كتير. قلت لك خليها لاخر الشهر نتقابل. هتصرف فيهم دلوقتي. اجيلك اديهم لك ولاسم محل الحلويات. اديني اللوكيشن. يعني انا عاوزه اقابلك بشكل كويس تقوم جاي لي انت. لا ما تبعتش حاجه. خلاص هحولهم لك. رقمك عليه فودافون كاش؟ هروح احولهم. اوكي. هتجيبي ايه بقى؟ ازاي؟ ثواني بس معايا احول اهو. 5 minutes later. وصلت الفلوس؟ تمام. اخلص شغل واعمل شوبينج وهكلمك. ما تغيبيش عليا يا قلبي. تمام يا فخم. بحبك. ربي يحفظك. 3 hours later. فانا غير متاح على طول ليه؟ لسه راجعه كنت بعمل شوبينج، كانت العده فاصله. ايه رايك في الدرس ده؟ ممتاز. انت تلبسي ده؟ ما هو ده اللي اشتريته بفلوسك. ايزو فرجيني يا قلبي. لا يا خلبوس، بكره لما اقابلك محضره لك مفاجاه. فرجيني اي حاجه كده صبر نفسي. بكره يا شقي عشان خاطري. لسه استنى لبكره. بحب كلامك قوي. ربي يحفظك. انت ازاي كده؟ وشك جميل قوي. انت عايز ايه حضرتك؟ ايه يا محنى الله يسترك مش وقته. هعزمك بكره في ماك. مقاطعه يا انا مش مقاطع. جاسوس من جيش العدو. ايه يا عم في انت بتدور على الحاجه الحلوه وتمشي عكسها؟ انت معانا ولا معاهم يا ابن ليه بس يا قلبي؟ بص ياض، في مطعم اسمه في بحري بحبه قوي. عارفه عندنا، بس ده عاوز كارد عشان اكل فيه. عارفه اللي هو في شارع
هعزمك انا فيه، يعني انا اللي طالبك وفي الاخر تعزميني؟ فين المساواه؟ تعالي ماك، كلمه كمان هعمل لك بلوك. خلاص ماشي ما تعمليش بلوك، انا معايا فلوس من الاول، لما طلبت منك فلوس كنت بختبرك ونجحت في الاختبار. يا ولا بكره على الظهر تكون هناك، عاوز اكلمك فون، ما تنساش. ها اكلمك مريم. يا حاج اسماعيل علي صوتك يا حاج، يا حاج مش سامعك، علي صوتك. The next day. صباح الحب، لسه على ميعادنا، هتجن واشوفك. لسه على ميعادنا، ممكن نتكلم في الشغل انا يا عم؟ الدرس ده عليكي ولا مظبوط؟ تحبوا ايه؟ ضيق، هظبطك، ابعتي صورة بس. لا سلام. 2 hours later. مريم انا داخل على المطعم، انت هناك؟ نص ساعة واكون عندك انا في الصالون. اطلب اكل. اطلب ايه؟ لما تيجي يا عم جعانة. اطلب ايه؟ في صينية عندهم ب 1300 جنيه، هي فيها جمبري واستاكوزا وبلح البحر، لسه شايفاها في المنيو، رايقة كتير علينا قوي، لو زاد حاجة هاخدها معايا. طب ليه ما نطلب حاجة معقولة؟ يا عم ما تخافش مش هتدفع حاجة، مش قصدي، بس كتير قوي كده مش عامل كل ده. يا عم لو حاجة زادت هاخدها للبيت، منها لينا ومنها للبيت. تمام يا حبي، تعالي بسرعة وحشتني قوي. قدامك مين بس في الصالون؟ شوية واكون عندك، كله عشان السهرة يا قلبي. سهرة فين؟ هنسهر سوا؟ مفاجأة يا قلبي. 15 minutes later. فينك اتأخرتي قوي، الصينية نزلت بقالها سنة. معلش يا معلم، نص ساعة واجيلك، أنا بصبغ بس وجايالك، ما كنتش أعرف إن الصبغة بتغيب كده. طب عجلي يا مريومة بقى، والله مشتاق لك أنا. ماشي يا مهند بيك، بقول لك أنا هبعت أخويا ياخد نص الصينية عشان ماما وأخويا ياكلوا، أنا ما كنتش أعرف إني هتأخر. انت تتأخر كتير؟ لا بس المفروض كنت ابعت لهم غدا وما بعتش، بس المطعم نزلها خلاص. قول له يا عبي نصها معلش. بس لو اخوك سألني انا مين اقول له ايه؟ قول له انك مديري وعازمني. تمام، انا هبعت له صورتك احتياطي لو ما كنتش انا لسه جيت، بس اكيد هكون انا عندك وهديله انا الاكل. تمام خلاص، يبقى انت مش عارفه عامله فيا ايه من امبارح، مش لازم الصالون، انت اول من غير حاجه. تسلم لي يا زعيم. ولا صافي رد هلا. يا سلامة. روح على مطعم على السخان. ليه في ايه؟ هتلاقي ده هناك قاعد، روح له هيديلك اكياس فيها نص صينيه سي فود، جمبري واستاكوزا وبلح البحر ورز وشوربه سي فود وغيره. قول له انا اخو مريم. صينية يا سلامة، هو انا لا اكل؟ روح يا عم دي ببلاش، هعمل على ده حوار. قصدك ببلاش؟ انا عازمك على حسابه. فينك من زمان يا زميلي؟ لما تجيب الحاجه كلم معاذ يضرب معاك على السخان. حمامة. اخوكي لسه ماشي، كنت مقلق من السين والجيم بتاعته، بس خد الحاجه على طول ومشي. طبعا بالظبط، انا خلصت، فرجيني كده، انا مش قادر، عاوز اشوفك. الفيرست لوك يا عمري. مساء الفخامه والمسا طلع لك من سلامه. ايه رايك في الفيرست لوك يا ماشي يا شكرا، اتفضل. ما بتردش ليه؟ اتصدمت ولا ايه؟ انت بتهزري يا مريم ولا مين ده؟ مفيش مريم يا معلم، معاك سلامه. امال مين اللي لسه جاي لي من شويه ده؟ ده واحد صاحبي عزمته على حسابك. تعرف لو طلعت بتتكلمي جد اعمل ايه فيك؟ يلا خلي السنبله تنفعك. شفت اللحظه ورا الحريم اخرته ايه؟ جه واحد راجع بقفطان زي حالاتي في 5 عواميد. لو مش بس كده جمال، انا بعت صاحبي ياكل منك نص الاكل وعطيته الاكل بايدك زي اللهبل. انا شعبك يا ابن انت منين؟ انا راجل محترم ومش هرد عليك، بس كل اللي طالبه منك تهدى عشان صاحب المطعم راجل غشيم وشكله دلوقتي على الاكل ده. انا خليل هو يا ابن هجيبك من ورا الشمس. طب كلم سيادة اللي هو يبعت لك حق السنه الاول بدل ما صاحب المطعم يزفلطوا لك وتشوف الموضوع ده بعدين. انا نزلت بوست وفضحتك. فين؟ ادخل وشوف اللينك ده. ايه ده؟ انا كتبت الرقم والباسورد ومفيش حاجه ظهرت خالص. ده لينك انا عامله وخدت كل معلومات. عليا الحرام لو ما جيت دلوقتي وحاسبت على اكل لفضحك بالمعلومات دي. من الضحك انت هطل. انت ما سجلتش اصلا، لانك لو سجلت هتعرف اني كاتب اي حاجه. جرب كده تدخل بالباس والرقم، مش هيدخل عشان انا عارف انه لينك هطل، واللي هكتبه هتبعت لك. اللي ما تعرفوش ان انا كمان بعمل اللينكات دي، يعني بالعربي الرقم والباس تاخدهم تحطهم في انت انا مش هسيبك، هعمل محضر. قول لي انت منين يالا؟ يا عم انت في ايه ولا ايه؟ شوف بس هتخلص ثمن الاكل ده ازاي. شوف بقى غسل صحون ولا صاحب المطعم هيزفلطهولك، بعدها بقى تعالى لي واقول لك انا منين. في رعايه الله رايق. لو رحت فين اجيبك يا ابن اللي بعده